إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات من غير ما يكون عندهم لا رافعات ولا معدات؟ فيه أسرار غامضة حوالين بناء الأهرامات. في نظريات بتقول إنهم استخدموا تكنولوجيا ضاعت من زمان، وفي برديات بتحكي إن العمال كانوا بالآلاف. بس الغريب إزاي قدروا يرفعوا أحجار وزنها أكتر من 2 طن لحد فوق القمة. بعض العلماء بيقولوا استخدموا منحدرات ضخمة حوالين الهرم، لكن لحد دلوقتي محدش لاقى دليل قاطع. وفيه رأي تاني بيقول إن الأحجار نفسها مش متقطعة، دي كانت خرسانة فرعونية اتعملت واتبنت حجر فوق حجر. والأغرب إن في رسومات بتوحي إن الكهنة كانوا بيستخدموا أصوات وترانيم عشان يحركوا الكتل الحجرية. يعني لحد النهاردة محدش يعرف إزاي الأهرامات اتبنت فعلاً، ويمكن سرها يفضل مدفون معاهم.